وكل واحد عرف هيقابل مين وهيلعب فين والملاعب ايه والاهلي والزمالك امتى. شايفها ازاي من وجهة نظرك؟ يعني يعني في ناس انتقدت القرعه، يعني اول مره نعمل كده حاجه براحتنا شويه مريحين، يعني واخدين راحتنا في فتره اعداد. الكلام ده ما شفناهوش بقى لنا 5 سنين، ما شفناش فتره اعداد الاهلي ولا الزمالك ولا اي فرق. طيب مبدئيا يعني خلاص هي قرعه واتحطت يعني. يعني ايا كان بقى لو هي قرعه بتتعمل فخلاص وارد جدا ممكن تلاقي الاهلي والزمالك في الاسبوع الاول. لو هي قرعه يعني بقى في الاسبوع التاسع الاهلي والزمالك، الاهلي هيلاعب مدني في الاول. قرعه خلاص بتتعامل معاها يعني. بس لكن التدرج الجميل بتاع الاهلي حلو. يعني هو هيقابل بيراميدز في الاسبوع الخامس، اوكي. لكن متدرج، يعني تحس ان ماتشات متدرجه بالنسبه للنادي الاهلي. والله بص يعني اللي شفناه السنه اللي فاتت ان ممكن يعني الاهلي حتى فقد نقاط مع في الاول لو انت فاكر مع فرق ما كانتش ترتيبها وظروفها وامكانياتها احسن حاجه. فبتبقى كده وكده تمام. لكن اللي عايز اقوله ان الدوري مبني على تجميع النقاط. اوكي، في ناس كتير قوي بتركز في المباريات وتعمل لها معسكرات واهميه، وده برضه لاهميتها وكل حاجه، لكن ما تاخدش بتفكيرك كل التركيز العالي قوي وبعدين تلاقي الماتش اللي بعده او الاسبوع اللي بعده الدنيا قلت شويه فتفقد نقاط تانية. يعني في مثلا يعني لو الاهلي والزمالك على مدار التاريخ ممكن تلاقي الاهلي في سنوات او الزمالك ما كسبش المنافس اللي هو الاساسي بتاعه الاهلي، لكن خد الدوري مثلا فرق 20 نقطه مثلا 15 نقطه 17 نقطه. اوكي، لان التاني بيفقد نقاط مع فرق اسهل. فالجدول اتحط اتعامل معاه. ممكن ظروفك زي ما انت قلت تبقى مساعدك في الاول جون ادوار اهو على فكره شاطر. شاطر. طبعا اتعاملنا مع بعض فتره. ده اول شاطر. ظهور لجون ادوار يا جماعه. وعبد الناصر. وخلي بالكم، يعني جون ادوار خطف حته من الكابتن سيد عبد الحفيظ. ايه ايه خطف حته من خطف ابنه. ايوه والله خطف فاركو. ابنه. لسه كنت بتكلم معاه. فاركو مش حصل. يوسف راح فاركو؟ راح فاركو لسه ربنا كنت يكرمه يا رب ان بتكلم شاء مع الله. كابتن سيد، فرصه. وكمان الحته فضت بقى عنده وان شاء الله يقدم